من يضع الحجر الأسود في مكانه من البناء الجديد للكعبة؟ مكة التي نزل فيها عليه الوحي من رب العالمين، مكة التي شهر فيها بدعوة الإسلام وتحمل ما لاقيه من أذى زعمائها المشركين المستبدين بصبر نادر. مكة كانت حياته، وها هو اليوم وقد بلغ 53 من عمره يجد نفسه مضطرا لفراقها ومغادرتها، مع أنها أحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلى نفسه، وإنه لا يخاطبها بذلك كأن رمالها وجبالها وبيوتها تسمعه عليه الصلاة والسلام، وهو يلقي عليها سلام من فرض عليه خيار الهجرة، ويقول: والله إنك لأحب أرض الله إلى الله، وإنك لأحب أرض الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. يا سلام. أما في يثرب فقد كان الناس ينتظرون مقدم رسول الله عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين بفارغ الصبر. روى ابن إسحاق في السيرة عن بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قولهم: لما سمعنا بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة وتوكفنا، بمعنى توقعنا أو انتظرنا قدومه، كنا نخرج إذا صلينا الصبح إلى ظاهر حرة المدينة، حرتنا مكان في المدينة، ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله ما نبرح حتى تغلبنا الشمس على الظلال، فإذا لم نجد ظلا دخلنا، وكان ذلك في أيام حارة. لكن على كل حال لم يطل انتظار أهل يثرب كثيرا، ففي منتصف نهار يوم الاثنين 12 من ربيع الأول في العام الأول للهجرة الموافق للعام 623 للميلاد، وصل محمد رسول الله خاتم النبيين والرحمة المهداة للعالمين صحبة رفيقه أبي بكر الصديق وخليفته من بعده، وصل إلى قباء وهو حي لا يبعد اليوم عن المسجد النبوي الشريف إلا بضع كيلومترات عن قلب المدينة المنورة، قلب يثرب وقتها. وقد آن أن نستخدم الاسم الجديد ليثرب، الاسم الذي اختاره لها أهلها والمسلمون عامة بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إليها، المدينة. وأغلب الناس والكتاب يضيفون لاسم المدينة لقب المنورة، لأنها استنارت وأنارت واستضاءت بنور النبي صلى الله عليه وسلم، وأضاءت الدنيا بنور النبي صلى الله عليه وسلم.